السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الأذكار تغفر جميع الذنوب؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني على سبيل المثال نسمع أحيانا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني تتغفر ذنوبه ولو كانت بالمليارات. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. بل وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له كعتق 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد ابتغاء مرضات الله، وكتب له في ذلك اليوم 100 حسنة، وغفرت له 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي. فإن قالها بالليل كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح. فالجواب على سؤال الدرس: هل الأذكار تغفر جميع الذنوب؟ والجواب نعم، الأذكار تغفر جميع الذنوب بفضل الله. وعلى رأس هذه الأذكار كلمة التوحيد والاستغفار والتسبيح، فهي تغفر كل الذنوب التي بيننا وبين الله، ولكنها لا تغفر المظالم التي بين العباد. فحقوق العباد لا بد أن ترد لأصحابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم، اللي هو يوم القيامة، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، لأن التعامل هناك بالحسنات والسيئات. فالأذكار تغفر جميع الذنوب التي بيننا وبين الله، لكنها لا تغفر المظالم التي بيننا وبين العباد. فنحتاج للاستغفار وكثرة الأذكار، وفي نفس الوقت نتحلل من أي مظلمة كانت علينا حتى نلقى الله عز وجل وليس علينا ذنب ولا خطيئة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.